اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ يلا بشراتكم بصحة وعافية. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل بورق بالعجينة المطبوخة. مقادير اليوم راح احتاجها: عندي هنا قلاصين ونص طحين صفر، عندي هنا قلاصين مي، نص خاشوقة اكل ملح، 3 خواشق زيت، خاشوقة اكل شكر، وعندي هنا خاشوقة اكل نشا. عندي هنا نص كيلو لحم غنم مفروم، وعندي هنا بصل طبعا مقطع ثاني كلش ناعم، وراح استخدم وياه بهارات اللحم. هسه اول شي طبعا راح اسوي اللحم اني، راح اخلي اللحم بالطاوة، راح اخلي عليه طبعا شوية مي، واقوم احمس بيه لحد ما يذبل عندي. هسه ورا ما ذبل عندي اللحم طبعا وتغير لونه، راح اخلي عليه البصل، راح اخلي عليه نص خاشوقة اكل بهارات لحم، راح اخلي عليه نص خاشوقة اكل ملح. يعني طبعا راح اني احمسه بدون زيت، هو بالدهن مالته بدون زيت، حتى من تخلوه بالعجينة عندكم ما ينفتح. طبعا جبت جدر هنا عندي، راح اخلي بيه قلاصين مال مي، وراح اخلي عليه زيت، 3 خواشق اكل زيت، وراح اخلي عليه طبعا الشكر والملح، واخبطه واخليه على النار لحد ما يفور عندي. طبعا ورا ما فار عندي نصيت اني النار عليه، وراح ابدي اضيف الطحين بتدريج. هسه انا ضفت طبعا الطحين قلاصين ونص، والنشا هماتين ضفت عليه. هسه راح اخبطه واطفي عليه النار. هسه هنا بعد ما خبطته كله زين طفيت عليه النار. هسه راح اخليه اني طبعا هنا عندي مفرش، وعشان صار شكله بعد هنا ما عاجنته اني. هسه انا راح اخليه هنا على مفرش، اي شي عندكم طبعا خليته فوقه. هسه راح ابدي اعجنه بالنوب بالايدي لحد ما تتجانس عندي كل المكونات. ها طبعا شكل العجينه بعد ما عجنتها بقى شلون صارت عجينه كلش حلوه وتتشكل بسهوله. هسه راح ابي طبعا اجيب قالب مال بورق، اذا تحبون تسوي بديكم بكيفكم. طبعا عندي انا هذا القالب، راح اضغطه طبعا تنفتح عندي العجينه، اذا تحبون تفتحوها بديكم بعدها يبرد بكيفكم. وراح اكبسه. طبعا سويت لكم هون واحده فيديو، وهذا طبعا صار شكله بعد ما كملت كل الكميه. هسه انا راح ابدي اقلبيه. هنا خليت طاوه على النار وخليت بيها زيت، وراح ابدي اقلي لحد ما يصير لونه عندي ذهبي. وهذا طبعا شكله النهائي. عجينه حتى ما تاخذ عندكم وقت، بنفس الوقت يعني تصير خفيفه عندكم. حاولوا انتم تفتحوها تسووها خفيفه. طعم مالته كلش طيب. طبعا تقدرون تفرزوه بالثلاجه اذا تحبون. بعد شلون صار شكله، وعليكم بالعافيه.